لحظة بس. بخبرية على الماشي لليوم. خلينا نشوف. هل اشترت الديفا هيفا حقوق برنامج ستار أكاديمي؟ منشوف بالتفاصيل. بسابقة هي الأولى من نوعها وخاصة بالعالم العربي، ذكرت تقارير إعلامية أنه النجمة اللبنانية هيفا وهبي اشترت حقوق برنامج ستار أكاديمي الشهير بمحاولة منها لإعادته إلى الشاشة. وصرح مصدر من شركة أنديمول الفرنسية مالكة كامل حقوق برنامج ستار أكاديمي بأنه الجمهور ما يزال بيطالب بالبرنامج إن كان بفرنسا أو بالدول العربية، بدليل أنه هناك نجمة بوب لبنانية شهيرة بالشرق الأوسط اشترت أخيرا حقوق البرنامج من أجل عرضه بالوطن العربي. وأشارت مصادر كتيرة إلا أنه هالنجمة هي هيفا وهبي، وتساءلت التقارير ما إذا كانت وهبي رح تتولى بنفسها أيضا إدارة الأكاديمية أم أنها رح توليها هالمرة كمان والدور إلى رولا سعد اللي سبق وطالب فيها الكثير من أجل عودة إلى البرنامج. وهل البرنامج رح يعود إلى بيته الأساسي عبر قناة LBC اللبنانية أم أنه هيفا رح تتفاوض مع قناة أخرى لعرضه؟ وهل رح تقدمه الإعلامية هيلدا خليفة كما كل سنة؟ وهل رح تنجح هيفا بإعادة البرنامج بكل تفاصيله وتقدم موسم ناجح للمشاهدين؟ أسئلة كتيرة رح نكتشفها قريباً. يذكر أنه برنامج ستار أكاديمي بالنسخة العربية كان قد توقف عرضه بموسمه ال11 سنة 2016، وهيفا وهبي اللي ما غابت عن أي من مواسمه سبق وصرحت أنه علاقة محبة خاصة تربطها بهالبرنامج. وأما برنامج ستار أكاديمي بنسخته الفرنسية فهو يعرض حاليا بموسمه ال11 عبر القناة الفرنسية TF1. خلصت خبرية.